أنا معايا خبر هو صحيح مش في مصر لكنه خبر مأساوي ومحزن جدا جدا جدا. والخبر ده هو جرس إنذار لكل الناس في العالم عشان نحمي ولادنا أرجوكم من خطر الهوس بالتكنولوجيا. احنا بنحذر هنا في البرنامج كتير جدا الأسر المصرية كلها من أخطار التكنولوجيا. الواقعة اللي حصلت والمأساوية اتعرض ليها طفل ده كان في ماليزيا، فقد حياته بسبب سماعة الموبايل. زيه زي اي حد، زي كل الطلبه، زي حتى المراهقين، احيانا الكبار بيحطوا السماعات بتاعه الموبايل بتاعه الودان ويفضلوا بقى وهم قاعدين كده على السرير يتفرجوا على مزيكا، على اغاني، يلعبوا جيمز، يشوفوا فيلم، اي مكان. المهم طبعا حاطط الموبايل بيتشحن وحاطط السماعه في ودنه. نام الصبح فاجئت والدته انه ما بيتحركش، فكرته انه نايم. راحت الشغل ورجعت الظهر طلع ان هو توفى واتكهرب من السماعات، حصل ماس من السماعات وهو نايم، عمل حريق ونزيف في الودن الشمال، وده كان سبب الوفاه فورا وهو نايم. لدرجه بقول لكم ان والدته ما اكتشفتش الموضوع الا بعد ما رجعت من الشغل. راحت تبص عليه لقيته ما اتحركش من مكانه من ساعه الصبح لحد ما هي رجعت، لقت الدم طبعا في ودنه، والتحقيقات طبعا والطب الشرعي اثبت ان سبب الوفاه كان الصعق بالكهرباء من التليفون اللي متوصل بالشاحن في نفس الوقت وهو حاطط السماعه في ودنه، وده اللي ادى لوفاته. طبعا الواقعه دي غريبه بالمناسبه، لسه مش عارفين شركات المحمول هتاخد ايه ولا هتعمل ايه ولا اللي بيصنعوا السماعات ولا اي مكان، لانها اول مره تحصل. عشان كده لازم نتعامل معاها بحذر خطير جدا. ما تخليش ابنك او بنتك ينام بيشحن الموبايل وحطه في ودنه، مع الموبايل ده متوصل بمصدر كهرباء، ممكن لا قدر الله يحصل اي حاجه. فاحنا يا ريت بنقول لحضراتكم الكلام ده، كل اسره تاخد بالها، كل اسره بتسيب ولادها يتعاملوا مع الموبايل او التابلت او الحاجات دي لفترات طويله، يا ريت تاخدوا بالهم. كتير منهم طول الوقت حاطط السماعات في ودانه طول الوقت. ربنا يرحم الطفل طبعا الماليزي اللي توفى ويحفظ جميع الولاد يا رب، صبر اهله بقى.